السلام عليكم، كيف دايرين؟ اليوم جبت لكم حرشة صحية في دقيق القمح كامل، لذيذة خفيفة وتصلح لفطور الصباح أو قوت هاد العشية. أول حاجة استعملت واحد المنتوج اللي كيعطيني نتيجة رائعة في الحرشة، كيخليها تجي هشيشة من الداخل ومحمرة من برا. وصراحة هاد المنتوج ولا من الحوايج اللي ما كنستغناش عليهم في المطبخ، ضروري خاصني دقيق القمح الكامل بجودة عالية جدا. باش نوجدوا الحريشه ديالنا غادي نحتاجوا سميده القمح الكامل او القمح الكامل بالنخاله غليظه. غادي نحتاجوا شويه ديال الملحه، خميره د الحلوى ولا فاني اللي يمكننا نستغناو عليها. وغادي نديروا زيت الزيتون، ويمكننا نخلطوا زيت الزيتون مع الزبده البلديه. انا هنايا درت لكم المقادير البسيطه جدا. كنبسبسوا الحرشه ديالنا مزيان على الطريقه العاديه اللي كتعرفوها جميعا اخواتي اخواني، وغادي نلموها سوا بالماء نتاع السقايه عادي او بالحليب حسب الحاجه، يعني حتى تولي عندنا مجموعه بلا ما ندلكوها. غادي غير نجمعوها كما راكم كتشوفوا في لا فيديو مزيان. غادي نخلطوا المكونات مزيان حتى نحصلوا على خليط متجانس، وغادي نخليوه يرتاح غير لو طون باش غادي ندهنوا المقله ديالنا بشويه الزبده او زيت الزيتون، وندردروا عليها شويه القمح الكامل، وغادي نشكلوها كما راكم كتشوفوا، او يمكننا نديروها حريشات صغار. كنطيبوها فوق مقلاة ساخنه وعلى نار متوسطه باش تتحمر لنا مزيان من الجهتين. بعد ما تحمرات كما كتشوفوا من التحت، قلبتها باش تحمر من الجهه الاخرى. شفتوا اللون الذهبي والجماليه، كتجي مقرمشه من برا، من داخل هشيشه مع واحد الكاس تاع اتاي. يا سلام! اذا عجبتكم الوصفه ما تنساوش الدعم واللايك والكومنتير باش يوصل الفيديو للناس اكثر، وبصحه والراحه.